السلام عليكم طلاب الصف الثالث الثانوي. معاكم ميسو جميل احمد. ان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض الكورس بتاعنا وهناخد الحصه رقم 6. عايزك تركز معايا هنا. عندنا النهارده ان شاء الله هنشوف لو فيتير بروش، المستقبل القريب. النهارده هنشوف مع بعض الازمنه. هنبتدي مع اول زمن وهو المستقبل القريب. عشان اصرف الفعل في المستقبل القريب بعمل خطوتين. بصرف فعل الي في البريزون، وبعدين بجيب الفعل في الانفينيتيف اللي هو المصدر. في البداية لازم أكون عارف فعل ألي. فعل ألي احنا طبعا حافظينه اللي هو جو في تي فا il va nous allons vous allez ils vont. تمام؟ لو أنت حافظه تمام، لو مش حافظه راجع عليه. ولازم نكون حافظينه أساسا من الحصة الثانية أو الثالثة تقريبا. فعل ألي لما أنا صرفته بالشكل ده كده يعتبر مضارع، يعني بمعنى يذهب. طب في الصيغة دي لما بقول فعل ألي يجي بعده فعل في المصدر، هل هيبقى بمعنى يذهب؟ لا. في الحالة دي فعل ألي بيبقى بمعنى سوف. يبقى فعل ألي لو في المضارع يبقى بمعنى يذهب. طيب في المستقبل زي ده يبقى بمعنى سوف وبيجي بعده الفعل في الايه؟ في المصدر. طب نشوف مثال. اقول مثلا جو في سورتير سو سوار، انا سوف اخرج هذا المساء. هتلاحظ هنا فعل ألي متصرف في المضارع مع الجو، وبعده جاي فعل سورتير اللي هو يخرج جاي في المصدر او الانفينيتيف. طب هتقول لي يا ميسيو طب دي انا سوف اخرج في المساء، انما اللي احنا كنا واخدينه في الحصه الثانيه ولا الثالثه لما كنا بنقول نشوف الجو وناخد حاجه فيها اس، او لو كان مجموعه اولى نحط الاو والكلام ده. ايه الحوار بقى اللي فات ده اللي هو في الحصص الاولانيه؟ ده كان خاص بتصريف الافعال في المضارع، انما ده الشكل ده في المستقبل. يعني لما اقول جو في سورتير سو سوار يعني انا سوف اخرج هذا المساء، يعني لسه بالليل هخرج في المستقبل. طب هنا il va aller à l'école demain، هو سوف يذهب الى المدرسه غدا. هنا صرفت فعل ألي في المضارع وجبت بعده الفعل في المصدر. حتى هتلاحظ لو فعل ألي نفسه عايز اجيبه في المستقبل بصرف قبله فعل ألي في المضارع. مثال ثالث nous allons voyager bientôt، نحن سوف نسافر قريبا. فنفس الكلام فعل ألي في المضارع زائد الفعل في الانفينيتيف في المصدر. يبقى انا ببساطه اللي اعرفه هنا بحفظ فعل ألي وبحط بعده الفعل في المصدر، يبقى انا كده عملت الفعل في زمن المستقبل. واخد بالي فعل ألي لما يجي بعده الفعل في المصدر ما بيكونش معناه يذهب، انما معناه سوف. تمام يا مسيو؟ ناخد بقى ملاحظات دي. لو كان عندي الفعل اللي في المصدر ده فعل ذو ضميرين هنعمل فيه ايه؟ لو انت فاكر لما خدنا الفعل ذو ضميرين قلت لك دايما السو بتتصرف على حسب الفاعل حتى لو الفعل جاي في المصدر. يعني مثلا بقول جو في مو بروموني، انا سوف اتنزه، فده فعل في المستقبل. ليه في زمن المستقبل؟ ليه؟ عشان عندي فعل ألي متصرف وبعدين جبت الفعل في المصدر. بس اخد بالي السو اتحولت لمو عشان الجو، لان احنا اتفقنا ان دايما السو بتتصرف حتى لو الفعل كان جاي في المصدر. اتفقنا؟ باخد بالي من دي لان بيسأل عليها في الامتحان. مثال تاني nous allons nous promener، نحن سوف نتنزه. هنا هتلاحظ ان السو حولتها لنو على حسب الفاعل، ما كتبتهاش سو زي ما هي. طب ليه؟ لان زي ما قلنا السو بتتصرف دايما مع الفاعل حتى لو كان الفعل جاي في المصدر او ايا كان شكل الفعل. ماشي؟ طب دي الملاحظه الاولانيه. فلو انا عايز انفي الزمن ده، عشان انفي الزمن ده بحط فعل أليه بين النو والبا. يعني مثلا جمله زي دي je ne vais pas sortir ce soir، انا لن اخرج هذا المساء. هتلاقيني نفيت ايه؟ نفيت بس الفعل اللي هو أليه، انما المصدر سبته زي ما هو بعيد عنه. تمام؟ مثال تاني nous n'allons pas nous promener، نحن لن نتنزه. هنا هتلاحظ فعل أليه حطيته بين النو والبا، بس النو كتبتها ان ابوستروف عشان بعدها متحول، فدي حاجه احنا عارفينها. اتفقنا؟ انا ببساطه لو عندي فعل ذو ضميرين لما اجي اصرفه في المستقبل بغير السو، ولو عايز انفي زمن المستقبل بحط الفعل أليه بين النو والبا. يبقى دي كلها يا شباب حاجه خاصه على المستقبل. وقف الفيديو بقى دلوقتي وحل الاسئله اللي عليه في الملزمه ونكمل في الجزء الثاني.